غادي نبدا لكم الفيديو بهاد الكارثه اللي كانت غاديه توقع لينا اليوم. غير اللي ربي يحفظ ونجانا. صراحه ما كنتش غاديه نصور هاد الفيديو هذا، ولكن انا مضطره الاخوات باش نوريكم شنو وقع اليوم، باش حتى نتوما تاخذوا الحيطه والحاضره وتردوا بالكم. شوفوا الكارثه اللي وقعت لنا اليوم، شوفوا الكارثه. غير ربي يحفظ ونجانا اليوم. الدار كانت غاديه تشعل فيها العافيه بسبب ولدي. صراحه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. صراحه الدراري شوف تيقول لهم عقلهم عقل دري صغير شنو قال ليه ودير. من بعد انا نقول لكم كيفاش توقع هذا الشيء. شوفوا هنايا، هنا راه باقي كلشي باقي، هذا الشيء راه غير البقايا ديال هذا الشيء اللي تحرق. هنا راه كبوا الماء وهذا باش علي الله طفات العافيه. اش نقول لكم، غير بحفظ ونجاله. كنت مرضيه ولا اش نقول لك، غير شي بركه واقفه معانا. شوفوا شوفوا كنا غادي نتحرقوا كاملين. ربي حبيبي، غير ربي يستر ونجاو وحفظ. هذا الفيديو الاخوات صراحه انا ما كنتش غادي نصوره. قلت من الاحسن بلاش، ولكن خاصني نصوره باش حتى نتوما تردوا بالكم. الله يجازيكم بخير البنات. اي وحده فيكم بلاتي الاء بنيتي، راه غير الاء هي اللي عتقات الموقف. انا صراحه ما كنتش فاش جيت انا من الخدمه، كان بلاتي الاء خنوض، بلاتي الاء ماما خنوض. فاش جيت انا من الخدمه سبحان الله العلي العظيم كنشوف يعني القادوس حاشاكم ديال البالكون كيكب الماء. بقيت تنقول يا اختي واش كتسيق البالكو ديال بيت النعاس، حيت انايا عندي بيت النعاس فيه هذا البالكو هذا. من بعد نوريكم ان شاء الله. بقيت تنقول يا اختي واش كتسيق البالكو ديال بيت النعاس، ما موالفاش ليها اصلا البالكو مسيقش، علاش شي. بقيت تنفكر قلت وقيلا ربما الدراري يكونوا خداو شي قرعه ديال الماء وجاو كبوه هنايا، مع العلم ان عارفه ان ولادي بعض المره كيجيو يلعبوا هنايا في البالكو صافي. وحاجه اخرى كنشم انا الريحه ديال الحراق في الزنقه. انا ما كانش كيحسب لي بان الريحه ديال الحراق عندي في الدار. ولدي هيثم انا في واحد الطبع سبحان الله العلي العظيم، تقولي كنحس بلاتي يا الاء بنتي. كنهبط هذا تقولوا انا سبحان الله تنحس. البريكات ما كنخليهمش انا يعني محطوطين فوق البوطاجي ولا قرابين، دائما كنديرهم فوق واحد الفران، حيت هذاك الفران انا ما كنستعملوش بزاف، يعني كنستعملو غير الفتره اللي غادي نكون مثلا نطيب كيكه ولا شي حاجه، حيت كنكون حاطه فوقو شي حوايج. حيت فاش كنبغي نطيب كيكه ولا شي حاجه كنحيد داكشي وكنبعد البريكه، حيت كنخاف انا على الدراري. حيت واحد المره ولدي ثاني هز البريكه وشدها ومشى شعلها في واحد الميكا. بقيت تنشم انا الريحه، تنقول فين هاد الريحه، ما بغاش يقول لي. شويه كنبقى نتبع ديك الريحه، لقيت بان ميكا شاعله وملوحه مع الشبكه ديال البطاطا وديال البصله. كيفاش اختي توقع باش نفهم. غادي نشوفوا هاد الحوايج. انا عندي هاد البالكو هذا كيطل على الزنقه، يعني فاش كيطل على الزنقه هاد البالكو ديال بيت النعاس انا دايره خصيصا غير باش نشر فيه الحوايج، حيت ما كنبغيش انايا نطلع للسطح على حساب الكراي. تيكونوا بعض المرات الكراي رجال، وهادو كاين الكراي اللي كيكونوا يعني ما شادين واحد البيت في السطح. داكشي علاش ما كنبغيش نطلع. هاد الفريغو هذا اللي كتشوفوا هذا انا كان عندي في الكوزينه، يعني مضيق لي الكوزينه. قلت ارا نديرو هنايا في البالكون يبقى بعيد ومتسع. وحتى حيت هذا البالكو هذا ما كنسيقوش انا بزاف، حيت عندي في البيت ولا بغيت يعني عندي في البيت، والبيت عندي دائما نقي. فاش حولت انايا هنايا الفريغو صافي تهنيت من هذيك الروينه وهذيك الضوضاء اللي كانت عندي انايا في الكوزينه. وما توقعتش ابدا بان ولدي يقدر يطيح عليه باش يقدم على هذا الفعل هذا. مشى هز بريكه، مشى دار الكرسي وطلع البريكه وشد كاغير شعلو وخشاه تحت الفريغو نايض. وحيت الفريغو داكشي اللي شفتوه محروق، الفريغو فيه الفرشي لتحت، دغيا العافيه شعلات وتبكات وكانوا الحوايج تماك. هو دارها وضرب الطم خرج من تماك. الاء سبحان الله العلي العظيم جات عند اختي قالت لها ماما تحيت تقول لها ماما، قالت لها ماما سيهام اجي العافيه شاعله. قالت لها ويلي العافيه شاعله. مشات طلات لقات اختي البالكون كامل، يعني الحوايج العافيه شاده في الفريغو وشاده في الحوايج. توعات عليها وانها طيحت الضوء هو الاول، عاد لقات السطل عامر حاشاكم في الحمام. عاد مشاو بداو كيكبوا الماء على الفريغو. ما كنتش متوقعاها وظناها،
انا علاش درت هذا الفيديو هذا؟ بغيتكم الاخوات الامهات الله يجازيكم بخير ردوا بالكم من ولادكم ومن البريكات، حاولوا تبعدوهم عليهم قدر الامكان، لان الدراري صغار ما فيهم ثقه. فاش جيت انا قلت لكم تنشم الريحه ديال العافيه على قوه الله اكبر من الزنقه، بقيت تنقول شنو هو هذا الشيء، وانا اللي دوخني هو الماء تيكب عندي من البالكون وانا عارفه ما تقربش البالكون عندي. كان جيتها كتقول لي اختي انا كنشم ديك الريحه عندي في الدار مجهده، قلت لها شنو هذا الريحه هذه؟ هذه الريحه شميتها في الزنقه. قالت لي اليوم كنا غنتحرقوا وكنت تشعل فينا العافيه وغير ربي حضر السلامه. بعض المرات الا خرجت غير الحانوت كنخليه مع خواتاتو، الحانوت غير قريب مني، وكنخرج ومهوله فيا طبع، ما نخلي بوطه شاعله، ما نخلي كوكوط دايره، ما نخلي البوطات يعني النفس ديالهم دايره، حتى البوطه ديال شوفوا يعني كنطفيها، ما كنخليهاش شاعله في مره، ما كنطيقش. ولكن هذه دير ليا عقل على مره اخرى. فاش دخلت انا قلت لها شنو هذا الريحه هذه؟ قالت لي كريمه اليوم كنا غنتحرقوا ولدك راه شنو دار. اجي تشوفي ملي مشيت طليت لقيت يعني الفريغو كله محروق. قلت لهم شكون اللي دار هذا الشيء؟ قالت لي راه هيثم ولدك. قالت لي راه الاء هي اللي جات. انا فاش جيت لقيت داكشي محروق هكاك لقيت هو جالس حدا باباه، ما بغيت نغوت لا نهضر لا نتكلم، واخا ان داكشي راه واقع بريت الاعصاب ديالي، قلت نهضر معاه بسلاسه ونسولو كيفاش توقع. جريت وقلت له هيثم ولدي، قال لي نعم. قلت له كيفاش وليدي وقع؟ باش حركتي هذا الشيء؟ ما بغى يهضر ما بغى يتكلم، يعني مصدوم شويه كيبقى يضحك، يعني انايا كنهضر هو كيضحك، تيدير لي هي كنقول خليه على عقله ماشي مشكل. دابا اللي ضرني في هذا الشيء انا وهو ان تربيه الابناء كتخسر بسبب واحد من الاباء، يا اما الاب يا اما الام. مثلا انا ككريمه انا في واحد الطبع، انا كنغوت على ولادي، ما نقولش لكم كنعاقبهم الا دار شي حاجه، كنحاول نعاقبه ولكن بواحد الطريقه، يعني كنحاول نحرمه من شي حاجه، ولا كنقول لي انا ما عندكش معايا ديك البلاصه ولا ما نشريش لك ديك الحاجه. المشكل ديال الزوج ديالي، وهذا المشكل عويص كنواجهه ويقدروا يواجهوه العديد من الاباء والامهات، يعني شي كيصلح وشي كيخرب. فاش انا الولد كيقترف شي خطا وتنقول له ما خاصكش دير هذه الحاله وكنبقى نخاصم عليه، تيقول لك لا الدري باقي صغير تيكبر ويعقل. الدري الا ما ترباش وهو في الصغر كونوا متاكدين بان الدري من غادي يكبر ما غاديش يفرق ما بين الصح والغلط، يعني من صغره خاصو يعرف هذه راها صحيحه وهذه غلطه باش تبقى له في الذاكره ديالو. ملي جيت انا قلت لكم وكنسولو كنقول له هيثم ولدي عاقول لي شنو وقع، انا ما غاديش نضربك، دابا اللي عقل عطاه الله عطاه، ولكن الا ما قلتيش ليا عاد غادي نضربك. سكيت شويه، فاش قلت لي غير قول لي وما غاديش نضربك، الدري بغى يقول لي باه جا شدو من يدو وجرو. صافي حيد ولدي حيد، صافي اللي عطا الله عطاه. يعني هذا الشيء ما خاصوش يكون، فعلا اللي عطا الله عطاه، ولكن خاصني نعرف انايا الاسباب كيفاش الدري دار ديك القضيه. يعني مادام انه قدم على هذا الفعل هذا وشد بريكه ودارها في كاغيط وحرق فريغو، راه يقدر مثلا يحرق الدار مره اخرى لا قدر الله. لو ان دابا حنا ما كناش في الدار مثلا، يعني نكون انا خارجه للحانوت ومخليها مع خواتاتو ولا خالته كون ما كانتش ولا شي حاجه، لو ان هاد يعني هاد الكارثه كنت زادت تفاقمات، فين كنا غادي نوصلوا؟ راه كانت غادي توقع كارثه عظمى، وليدات صغار يعني الباب نسورتوه، يعني ما يعرفوش مساكن هما يحلوا الباب. انا اللي معصبني في هذا الشيء كامل وهو الطريقه ديال التربيه ديال الزوج ديالي. يعني عندك ولد والجبنيات خاص هاد الوليدات يتربوا احسن تربيه. دار الغلط تيقول لك اللي دار الذنب يستاهل العقوبه، يعني دار غلط خاص الدري يعرف يعني الغلط ديالو، خصو يتعاقب عليه. ماشي حنا قلنا نضربوه ولا ندقدقوه ولا نشبعوه عصا ولا شي حاجه، وانما العقاب كيكون بشتى الطرق. كاينه بزاف ديال الامور كتحاول تهديه بديك الحاجه، تقول لي ما نشريش لك ديك الحاجه، يعني راه واخا الضرب تتعيا الضرب لا يجي نفعا، وانما كنحاولوا نعاقبوا الوليدات بطريقه معينه. انا هذه طريقتي في التربيه. ولكن باش انا نهضر مع الدري وهو داير واحد الخطا اللي هو فادح، اللي انا كنقدر يؤدي بينا الكارثه لا قدر الله ويقدروا يمشيو فيها ارواح، وانت لا تعير الامر اي اهتمام. لان انا بغيت من هاد الرساله ديالي لجميع الاباء والامهات الله يجازيكم بخير، ما تبقاوش تعترضوا على بعضياتكم في التربيه ديال ولادكم. انا الا حررت انت غادي ترطب، ولكن ماشي لدارك ديك الدرجه ديال انك تدصر، يعني تسمى بالدصاره، راه على كما نقولوا شد الخواطر راه كيدصر الكيادر. يعني الولد دار خطا
وهذا راه ماشي اي خطا، هذا خطا فادح ويستحق عليه العقاب وقتله ديال العمود، يعني يستحق عليه دقديقه. انا ما بغيتش نقدم على داك الفعل، قلت انا ناخذ الامر بسلاسه باش نعرف شنو كاين كيفاش دار ليها. وحتى ملي جرب باه وسالا وهادي وجريتو بينو وبينو، قلت له هيثم شنو درتي؟ قال لي ماما شديت البريكه وشعلتها في كاغيط، وفعلا لقيت كاغيط محطوط هو اللي شعل فيه البريكه وخشاها تحت الفريغو وجهرب، والعافيه شعلات شافها وما ما حرك حتى شي ساكن حتى جات البنيه. كون ما جاتش الا قالت لخالتها ماما ماما راه انا العافيه شاعله في البالكون، راه كان اش نقول لكم كانت غادي توقع شي حاجه كبيره لا قدر الله. نطلبوا الله السلامه والعافيه يا ربي. حبيبي دائما مرضي الوالدين، انا كنكون كيوقعوا معايا شي حوايج وكنتاكد بان رضات الوالدين والخير مع الناس ودعاوي الخير هما اللي كيوقفوا معايا. لو ان ما كنتش مرضيه الوالدين ودعاوي الخير ديال الناس واقفه معايا، كانت غادي توقع شي كارثه عظمى لا قدر الله، واللي ما كتكون ما غاديش تكون مزيانه. انا علاش شاركت معكم هذا الشيء الاخوان والاخوات؟ غير باش حتى نتوما تردوا بالكم الوليدات ما فيهم ثقه، الولاد ما فيهم ثقه. نردوا بالنا اي حاجه عندها علاقه بالعافيه ولا مثلا الميسان المواس ولا هذا نبعدوهم عليهم، لان الدراري ما كتعرفوش عقلهم شنو غادي يقول لهم. المهم هذا ما كان الاخوان والاخوات، اعانكم الله.